ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هعلمكم ازاي نجهز القالب الطباعي للحفر وللطباعة. في الزنك الموضوع مختلف شوية، يعني احنا بنعمل تجهيزات مهمة جدا للقالب قبل ما بنحفر او بنطبع. لازم ننضف الزنكاية كويس جدا، بنبردها وننضفها ونحط عليها سيدون عشان نعزل. حاجات هتعرفوها في الفيديو ده والفيديو اللي جاي، وكده ابقى عملت لكم زي توتوريال ازاي تحفروا على الزنك. فيديو الادوات بتاعة الحفر الغير هتطلع لكم دلوقتي من الاي، اتفرجوا عليه وبعد كده ارجعوا كملوا الفيديو ده. اول حاجه هنجيب المبرد الحدادي ونكسر الاربع اضلاع المدببين من الزنكايه وش وظهر، عشان كذا حاجه مهمين جدا. اول حاجه عشان ما نقطعش الورقه واحنا بنطبع، وعشان ما نقطعش لبات الطباعه. اللبات ده هتعرفوا شكله في الفيديو الجاي ان شاء الله. وعشان احنا نفسنا ما نتعورش واحنا بنحبر القالب او احنا بنستخدمه او حتى واحنا بننضفه، فلازم تكسرهم كويس جدا جدا وتبرد بزاويه 45 كل الاضلاع بتاعه الزنكايه. تاني حاجة هنجيب الصنفرة الناعمة، ولازم نصنفر الزنكاية كويس جدا من الشوائب او الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، زي الحاجات السوداء المبقعة الخطوط، الحاجات دي لازم نصنفرها كويس جدا. اهم حاجة تجيبوا 1000 فيما فوق او 1200. هتبردوا الزنكاية رايح جاي رايح جاي، طالع نازل طالع نازل، رايح جاي، فوق تحت يمين شمال. هتفضلوا ماشيين بالتكنيك ده كده لحد ما تحسوا ان الزنكاية يعني بنسبة 99% كل الشوائب او الحاجات اللي فيها او الخدوش اللي فيها راحت. في طريقة تانية ممكن تسهل عليك تنظيف الزنكاية، هي انك تجيب مية وترش وبرضه تفضل تصنفر بنفس التكنيك اللي اتفقنا عليه. وبعد كده يجي دور الميرور. الميرور بقى هتلمع الزنكاية لحد ما تبقى مراية بطريقة دائرية لحد ما تشوفوا نفسكم فيها كده. الخطوة اللي عليها الدور هي انكم تعزلوا الظهر بتاع الزنكاية اللي مش هتشتغلوا عليه عشان ما يتأثرش وانتوا بتشتغلوا من الحمض او من اي حاجة تانية. هتفهموا ده لما تشتغلوا عملي بايديكم. فالمهم بعد الظهر كويس جدا، وبقطع بقية الاطراف بالقطر او بالمبرد، اصلا بيطلع بسهولة جدا. ونيجي بقى لخطوة مهمة جدا وهي مرحلة العزل. ده سيدون. السيدون ده انا بخففه في مكان تاني، بقوم حاطط الكمية اللي انا عايزها، واقوم حاطط فوقيها بنزين كتير. يعني بحاول اوصل للقوام ما يكونش تقيل جدا ولا مية خفيف جدا، بحاول اوزنه كده وانا بستخدمه، وده برضه تفهموه مع الخبرة والممارسة. بفضل كده ايه، احط كده على قد ما انا عايز وهقلبه كويس. افضل طريقه تعزل بيها الزنكايه صح انك تستخدم الاسفنجه. الاسفنجه اسهل بكتير وبتفرد من اول مره، بس بتفرد طبقه واحده بس كده، طبقه تكون لونها عسلي شويه، وهي دي هتنشف ومش هتعمل لك اي تكتلات عكس الفرشه. الفرشه مش تبقى احسن حاجه في العزل، الاسفنجه احسن بكتير. وبس كده، وهنسيبها تنشف. وطبعا الباقي ده انا بفضيه تاني في العلبه لان العلبه اوريدي متكتله، فبزود عليها مش هجرى حاجه. وسايب بقى الزنكايه تنشف. انا ما كنتش مستعجل فسبتها بتاع اسبوع تقريبا او 4 ايام، يعني مش فاكر تحديدا، بس هي عامه مش هتاخد ساعتين، يعني اقل من كده بكتير وهتكون نشفت. انت هتحط صباعك عليها، لو يعني تدي بصمه على الزنكايه بس ما تطلعش على ايدك، هي كده نشفت وتقدر تستخدمها. وبس كده، استنوا الجزء التاني من الفيديو واكون كده خلصت التوتوريال الحفر الغائر ازاي تشتغلوا على الزنكايه. اشوفكم الفيديو الجاي. لو عندكم استفسار عن اي حاجه تقدروا تبعتولي على الانستجرام، هتلاقوا اللينك في الديسكربشن بوكس. ولو عجبكم المحتوى يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا ابعتوا الفيديو لاصحابكم عشان كلكم تستفادوا.